من ضمن الاسئله اللي الانترفيويز بيخافوا منها جدا اللي هو لما بنيجي نتكلم عن السترينثس والويكنسز بتاعه الشخص، ولكن الانترفيورز بيحبوا السؤال ده قوي. فانا هنا مش هتكلم عن المعنى، هي واضحه جدا ان لما تيجي تسال حد عن السترينثس والويكنسز بتاعته انت بتتكلم عن نقط الضعف ونقط القوه في شخصيته، ولكن هنا حابب اكلمك اكتر عن نطقها. فالنطق الصحيح للكلمه اللي قدامك على الشاشه strengths. الجي بننطقها والتي اتش بننطقها والاس بننطقها، فانت هنا عندك 3 حروف او 3 اصوات اصعب من بعض جايين ورا بعض، الجي تي اتش اس. صعبه انا فاهم، ولكن هنا السر في ايه؟ الجي انت مش هتنطقها جي كامله، يعني مش هتقول string، لا string يعني خليها بس تعدي كده ما بين مناخيرك وبقك من جوه. وفي التي اتش انت مش هتنطقها تي اتش كامله از ث، هتنطقها زي التي، فمع الاس اللي بعدها هتبقى اسهل شويه. strengths and weaknesses. weaknesses ما فيهاش مشكله خالص، هي المشكله الاكتر في strengths.